السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشتركين الأعزاء في قناتنا وقناتكم أبطال البطولات. محاربي الصحراء يتعادلوا مع الفراعنة في البلاس 90. احنا كسبنا زامبيا بهدف من ضربة رأسية لحمدي فتحي في الدقيقة 94. نفس الكلام تتعادل الجزائر بهدف برأس سليماني في الدقيقة برضو 94. مشكلتنا إن احنا في نهاية المباراة الضغط كان زيادة قوي، وللاسف ما عرفناش نقفل. جبنا جون جميل لحمدي فتحي من علي جبر، رهانه عرضيه من ضربه ثابته كملها حمدي فتحي في المرمى، ولكن الضغط الزياده ضيعت مننا فوز قوي ومهم في يعني ايه مباراه وديه رسميه. يعني احنا بنلعبها بالاسم ودي، لكن كل الجانبين المصري والجزائري كان بيلعبها كانها مباراه رسميه، نقول نهائي ابطال افريقيا، تاهيل كاس عالم، دور 16 او 8 كاس عالم. مباراه كانت قويه جدا والجمهور كان ممتاز، اتعامل لوحه فنيه، مفيش تعصب مصري جنب جزائري، مع ان دي قليل قوي انها كانت تحصل. زمان كان بيبقى في شتيمه وخناق ما بين اللعيبه والجمهور. حتى الطرد الوحيد اللي حصل في المباراه طرد محمد هاني كان اشتراك نقول ممكن متهور شويه، لكن مش مقصود. يعني الراجل كان داخل وشه للكوره ورجله ممدوده على اساس ان هو هيجيب الكوره، وفي فعل رجله راحت على الكوره، بس اشتراك راس الوينج هو ده اللي ادى للطرد بتاع محمد هاني. هل طرد محمد هاني اثر بالسلب ولا بالايجاب؟ انا اظن ان هو كان يعني بالايجاب للمنتخب، حط ستريس شويه ضغط على الناس في الفريق في الملعب، بس خلى الفرقه كلها تشد حيلها، بدليل ان احنا ان شاء الله احنا اللي هدفنا واحنا كنا مهددين الفريق اكتر. وعمرو مرموش جات له كره انفراد من محمد صلاح كان ممكن يخلص الدنيا كلها لو حطها من فوق الجول او من جنب الجول، لكن للاسف هو حطها يعني عدله كده على عدتها، ما حبش يفنن فيها، جت في الحارس وطلعت ضربه ركنيه. طبعا الشناوي شال 4-5 اهداف، مفيش كلام ان الشناوي كان هو في رايي انا المتواضع نجم المباراه الاول. كان الشوط الثاني يعني من بعد الهدف الماتش كله راح ناحيه الشناوي، شال 4-5 كور بخلاف العرضيات بخلاف الانفرادين 3. حتى الكوره اللي جت جون كملها عمل عليها تراي بس جت في ايده وعدت، لان اللعيب كان لعيبها بعكس اتجاه الشناوي، جت في ايده ودخلت وعدت الخط. الشناوي شالها ومحرز كملها. الحمد لله على كل شيء. ولكن في محصله الامر تعادل قوي مع فريق مصنف. يعني احنا لعبنا تونس غلبونا 3-1، لعبنا الجزائر احنا اللي هدفنا هم يتعادلوا معانا في البلاس 90. يعني الحمد لله احنا نقول تحسنا كتير عن مباراه زامبيا، ولكن برضو اخطائنا يعني متمثله في عدم اللعب الجماعي بشكل كامل. احنا بنلعب احيانا فردي، كان صلاح بياخد فرد كتير لوحده ويجري، مرموش كان بيجري لوحده كده، لكن مفيش الجماعيه الكامله اللي بنشوفها مثلا زي مثلا في اهلي وزمالك. برضه ما زال يعني المنتخب تحس انه بيراميدز، لعيبه كويسين كل واحد في مكانه كويسين جدا، لكن لما يتجمعوا مع بعض تلاقيهم كله بيلعبوا فردي. يعني شويه كده النهارده برضه كان في شويه شغل فردي كتير، مضيعين مستقبلهم في الفرد الجليات اللي عماله تضيع فرصهم دي. هتكون الكره اللي لعبوها مصطفى محمد مع حمدي فتحي مع صلاح مع مرموش، ربطوا مع بعض كام كوره، عملوا كام هجمه كويسين، لكن لما بيشغلوا دماغهم في الفردي بيضيعوا. الحمد لله على كل شيء، ما طلعناش مهزومين، مع ان كان في ناس كتير متوقعين، وانا كنت متوقع ان احنا نتغلب 2-1 3-1 حاجه كده. بصراحه كنت من الامل ان ربنا يسهل نطلع تعادل او فوز خفيف للجزائر. انا كنت متوقع ان هم هنتغلب بصراحه على ماتش زامبيا اللي فات ده، كنت متوقع ان احنا ممكن نطلع تعادل او مغلوبين، والحمد لله. انا قلتها النهارده لاصحابي، قلت لهم نتعادل نتغلب 2-1 3-1. الحمد لله طلعنا متعادلين 1-1 واحنا اصحاب الهدف الاول، والحمد لله على كل شيء. خليكم معانا تعرفوا كل جديد على قناتنا ابطال وبطولات. لو انت مش مشترك اشترك معانا، فعل زر الجرس، وان شاء الله الماتش الجاي نتفرج بقى ان شاء الله على الدوري، نرجع نكمل بقى حلقاتنا واحنا مع بعض كل يوم ان شاء الله فيديو و2. هنرجع نكمل على الدوري ان شاء الله، وماتش سيمبا طبعا هناك وسيمبا هنا ان شاء الله، وان شاء الله انتظروا مفاجأة مهمة قبل ماتش سيمبا. خليكم معانا هتعرفوا كل جديد. معكم احمد زيكو ابطال وبطولات. السلام عليكم.